السلام عليكم اخوتي الرجاويين في قناه رجا نيوز. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. درت هذا الفيديو باش نهضروا على اخر اخبار مستجدات ديال الرجاء الرياضي، ولكن قبل ما نبدا بغيت نطلب منكم انكم تبقاو مكملين الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الحصري ديال فريق الرجاء الرياضي. هذا غير طالب مني صغير لكم، بقاو مكملين الفيديو حتى الاخر. والى اول مره كنتي كتشوف هذه القناه خلي ديك ابوني وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد، وما تنساش تخلي لهذا الفيديو لايك وتبارطاجي مع صحابك باش يوصل لجميع الرجاويين. واش انت ما تنساش تخلي لنا اراء ديالك في لي كومونتير. دابا غندوز ندوي على القضيه ديال الدحماني. هاد اللاعب اخوش اكثر لاعب درت عليه فيديوهات، راه ما يمكنش، هذا هو اكثر لاعب درت عليه فيديوهات. ودابا جيت نوضح لكم بخصوص الدحماني اخوش. كما قلت لكم في فيديوهات اللي قبل، الراجل مهتم باللاعب وباغا تجيبو باي طريقه. قدمات عرض الاول اتحاد التوارقه ولكن رفضات، وعودات الراجل صيفطات عرض اخر كبر من داك العرض الاولاني وكبر من العروض ديال المغرب الفاسي والوداد، ولكن ما كان ترد. هادشي اللي قلت لكم. دابا بخصوص اخوت الدحماني، راه القضيه ديالو شويه معقده، وانا عارف اش كنقول. اللاعب كان في الاكاديميه، هادشي ما غتسمعوه من عند حتى واحد، انا اللي عارف اللي كاين. قلت لكم اخوت الدحماني كان في الاكاديميه وانا عارف اش كنقول. واللاعب كانوا مفاهمين معاه على كل شيء، الراجل كانت مفاهم مع اللاعب على كل شيء، قدموا عرض كبير لفرقته كما قلت لكم في فيديوهات اللي قبل. ولكن التوارقه بدات كتعطل الصفقه حيت دخلوا فروق اخرى. حنا عارفين هاد الفعالين ديال التوارقه فيهم واحد التمكريب، راه ما يمكنش. التوارقه مقربين معنا، ما كيحملوناش، ما عرفناش علاش. نقول لكم شكون اللي دخل في الصفقه. عندك وداد ومغرب الفاسي وبركان، وانتم عارفين كاملين الا بركان دخلت في شي صفقه راه طير لك اي لاعب، واخا تكون فاهم مع اللاعب والاداره. دخل بركان كطير الصفقه، وبركان حاليا مقدمه 800 مليون. وحاليا خوت الصفقه راه معقده بزاف، وانا غالبا كنقول لكم الصفقه غتفشل الا وقعت شي حاجه واللاعب وقع. ماشي كنقول لكم ما غيجيش، ولكن حاليا الصفقه معقده. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وخليو لينا الاراء ديالكم في لي كومونتير. دابا غندوز ندوي على القضيه ديال المعوضين اللي غيكونوا في الدفاع في بلاصه خفيفي وبانون. في الفيديوهات اللي قبل كنت قلت لكم انه الراجل كانت قريبه من عسال واحد الدرجه كبيره، وكانوا معاه في مفاوضات لدرجه اللاعب هو براسو رفض العروض اللي كانوا عنده وبقى خلى غير الراجا حيت قال انه صافي غيوقع، وكانت قريبه الصفقه تحسم. ولكن المدير الرياضي في اخر لحظه حطو كخيار اخير، يعني كاخر خيار بقى، وهو دابا مفاوضات مع تحيف. حاليا كاين مفاوضات اخوش مع تحيف اللي كنعرفوا اللاعب كاملين اخوش، هذا ديال بركان. وصيفطوا عرض للتوارقه على قبل مدافع صغير طه مجني. عرفتوا نتوما اخوت هذا اللاعب كيلعب في التوارقه. شخصيا انا اخوش كنقول هذه غير تخربيقه، وهاد الجوج ما غاديش يعاودوا لك خفيفي، وبانوا لان الدور خفيفي مدافع تغطيه. انا اخوت كيبانوا لي جوج لاعبين ما يصلحوش لينا، والله اعلم عاوتاني. هادو هما معوضين اللي باغيين يجيبوا في بلاصه خفيفي وبانون. خليو لنا نتوما الاراء ديالكم في لي كومونتير حول هاد جوج لاعبين. غندوزو دابا نهضروا على القضيه ديال موريد اللي كتسولوني عليه واش غيجي ولا ما غيجيش. انا دابا جيت نوضح لكم بخصوص موريد اخوش كيلمح الرجاء الرياضي انه باغي يجي يلعب بصفه عامه، كيلمح الاداره ديال الرجاء انه باغي يجي يلعب مع الرجاء، وقال لهم شريو العقد ديالي من الفريق اللي كيلعب فيه في روسيا. انا غنجي نقول لكم ونوضح لكم خوت، فريق الروسي شرا من اتحاد التوارقه مليار، وهما باغيين يبيعوه مليار ونص 2 المليار. احنا نفترض انهم خلصناهم في مليار ونص. مليار ونص راه مبلغ كبير خوت بزاف. هذا خلي شحال كيسني العام، يعني عاد شحال باغي الشروط ديالو العام. هو كيتخلص من 500 مليون 700 مليون. انت وليتي خاسر في موريد لعاب واحد مليار ونص و700 مليون. هذا خلي ديك التخربيقه ديال المكافآت، عدد المباريات وكذا، راكم نتوما عارفين. يعني في صفقه واحده غتخسر مليار ونص و700 مليون في لعاب واحد، يعني انت خاسر اكثر ما رابح في صفقه موريد. وهو عنده 3 سنين في الكونطرا ديالو، يعني 2029 وغتسالي الكونطرا ديالو، وقيمه التسويقيه راه 700 مليون. ولكن هما راه باغيين مليار ونص، راه بالسيف هما شارينهم مليار. وبغيتي يقولوا لك زعما 500 مليون 600 مليون، لا يبغيو مليار ونص حتى 2 المليار في موريد. وهذا خوت القضيه ديالو راه صعيبه بزاف. موريد القضيه ديالو صعيبه ومعقده. ولكن في حاله اللي كان باغي يجي هو الرجاء، حب الفريق ديال الرجاء الرياضي، خاصو اول حاجه يفسخ مع الفريق داك الفريق ديالو، يشوف كيفاش يدير معاهم، وعاد يهبط المنحه ديال العام. وديك الساعه راه تقدروا تشوفوه في الرجاء. ولكن حاليا نساو موريد، ما تقدروش تشوفوه في الرجاء، والصفقه ديالو راه معقده. ماشي ما يمكنش يجي، راه يمكن يجي، ولكن الصفقه ديالو معقده حاليا. والا وصلتوا لهنايا الخوت ديروا معكم ديك لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصل جميع الرجاويين. وانتم خليو لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير حول هذه الاخبار. وكما العاده باش نعرفكم راكم باقين
هنايا غتكتبوا لي ديما خضرا. يلا بينوا لي. دابا غندوز ندوي لكم على بولكسوش. بولكسوش الخوت المكتب حطو امام امر الواقع، قالوا لي الا بغيتي تستمر خاصك تجدد، ما بغيتيش جيب عرض وخلينا نناقشوا. هادشي اللي قالوا لي. وانا بالنسبه لي الخوت راه بولكسوش ما لقاوش خوف في البطوله، وحنا عارفين كاملين لعاب اللي مزيان وظاهر ما غلقاوش بحالو وخاصو يبقى معانا، ولكن هو اللي غيحكم على راسو واش يبقى ولا يمشي، حيت هو اللي خاصو يجدد. واش بان لكم الخوت؟ وهنايا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. ما تنساوش ديك لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصل جميع الرجاويين. واش نتوما خليو لينا اراء ديالكم في لي كومونتير، وضروري تخليو لينا ابوني لهاد القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ايوا الا كان شي جديد راه غنلوح لكم فيديو جديد. تهلاو وديما خضره.